بعض من الوفود القادمة قالت أين المرأة العراقية وأين حديثها وأين كذا. نحن نفتخر بهذه الإشادة. على العموم هي ليست استعراض لهذا الأمر بقدر ما الإثارات التي تضمنها البحث. يعني وردت مفردات ومضامين كثيرة في بحثك دكتورة، ونعرف أن القرآن الكريم هو منظومة لمعالجة حياتية متكاملة بطبيعة الحال، وإن كان الحوار يأتي في مواطن عدة، لكن وددت أن يكون البحث مسلطا إلى نقطة أو بند مهم يعالج الواقع الحال الذي تعيشه الأمة العربية بشكل عام، والذي يكون فيها الحوار منطلقا مهما لاستتباب الأمن بطبيعة الحال. عموما أنا أقول أن الحوار أتى بالمواطن التي ذكرتها، وهنالك مواطن ضمنية بطبيعة الحال، لكن في كثير من المواطن وردت كلمة الجدال وفيها مرافق مناقض بالمعنى وهو الإحسان. مثلا وجادلهم بالتي هي أحسن، لاحظ بين طرفي التركيب. كذلك هناك موطن أنا أستشف منه معالجة من ضمن الحوار، معالجة ضمنية في معنى الآية وليس في نصها أو لفظها، كأن والذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كيف يكون ادفع بالتي هي أحسن؟ حتما يكون على أساس منطق الحوار السليم الذي يسالم الطرفان على مسألة معينة. أنا أقول طالما أنه القرآن الكريم هو منظومة تعالج، منظومة قواعد تعالج للحياة بمعياري تغير الزمان والتغير المكاني، وبما أن هنالك متخصصون بكل علم، لماذا لا يكون على عاتق هؤلاء المتخصصين بإيجاد موارد معينة تعالج بها، نقفز على قضية حوار الأديان الآن في المنظومة الواحدة ذات الأفق الواحد أو الإطار الواحد ضمن استشفاف هذه القواعد، ثم بعد ذلك المعالجة لحوار الأديان. وهكذا ما زلنا وكلام ما زلنا في أطر التنظير، وسنبقى لسنوات قادمة ولم نقفز على طرف المعالجة العملية. شكرا لك. أجاوب عشان الوقت بسرعة كده. طيب حضرتك قلتي الجدال بالتي هي أحسن، معرف أهو بالتي هي أحسن، يعني ما يبقاش في تناطح، في ظهور للنفس يعني. حضرتك برضو يعني أنا حاسة يعني الكلام كان كثير، فأنا يعني مش عارفة أنت يعني تريدي بالنسبة لحوار النقطة الأخيرة اللي حضرتك قلتيها، النقطة الأخيرة إحنا لسه سنوات لا خالص. هذا المؤتمر بداية طيبة لحوار طيب. أنا لا أرى إلا كل حوار طيب، سوى بعض الأشياء التي لا يعني لم تكن شيئا، لكن الحمد لله هذا المؤتمر هو بداية طيبة للحوار الطيب، وأنا لم أشعر في فرق بيني وبين أخواتي وأخواني هنا. فهذا حوار طيب، ده هذا تطبيق بداية، ده بداية كبيرة قوي يعني. فالحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الباحثة على البحث الطيب والجميل اللي قدم في مسألة حوارات الأديان والتواصل والتناغم بين الحوار. حضرتك طرحتي انه في الازهر صارت حوارات كثيره بينهم وبين الغربيين فيما يخص كان المستشرقين في مؤتمر الرابطه العالميه لجامعه الازهر. نعم، فيما يخص افعال المسلم اذا كانت يعني يعرف الحلال ولا يفعله، ويعرف الحرام ويفعله.
ماذا كان ردكم عليهم؟ وخاصة أن هذه الأفعال ليست قاعدة بالنسبة للمسلم، يعني المسلم الحلال يبين والحرام يبين، فإن أراد المسلم أن يفعل الحرام فشأن، يعني هي ليست قاعدة. هو هذه المسألة لا تكون تمام الشواذ كثيرة، ولكن المفروض أن يعلم هذا الغربي أنه ما زال هناك مسلم، فهذا دخل في طور العاصي، والعاصي آخرته النار مثله مثل المنافق مثل أي أحد آخر، لا يمكن أن يسمى مسلم. أتصور والموجودين المشايخ الكرام في هذا الشأن يعني ماذا يرون؟ فماذا كان ردكم عليهم؟ هل أفهمتموهم؟ هل أقنعتموهم؟ أم هل هم انتظروا باعتبار الغربي يعرف يعني أفعاله واضحة، يعرف الحرام وخلاص وانتهى الموضوع؟ هو كان في نقاش ودي في مؤتمر الرابطة بين القساوسة وبين المستشرقين أيضا، وردينا عليهم ردود بحثية وفي هذا المؤتمر ونشرت، وكان ردنا. بس ده لا يعني أن حال كل مسلم ومسلمة مش على الأكثر، يعني كثير منهم يحتاج إلى إيه؟ إلى أن يتكلم ويفعل، إلى أن يتكلم ويعمل، إلى أن يتخلق بالأخلاق الطيبة. نرى كثير في الجامعات، وحضرتك أكيد بتشوفي دكتور كبير جدا، عفوا أساتذتي وأخواني، أخلاقه صعبة، أخلاقه شديدة، ما ينفعش. العلم بيهذب النفس. العلم بيهذب النفس ويهذب الإنسان ويرقي منه. وشكرا لحضرتك. الأخوة الكرام، أعلن عن أذان الظهر، ولذلك نكتفي بهذه الجلسة، وأود إعلامكم أن الجلسة الثانية تبدأ الساعة 1، وعلى هامشها سيكون الحفل الختامي إن شاء الله. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.